كريستيانو رونالدو إلى البطولة المغربية. الصحيفة الأسبانية الموثوقة الكبيرة الماركا تؤكد دخول نادي الوداد البيضاوي إلى مفاوضات مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو. خبر زلزال الأصداء الكروية المغربية ومفاجأة غريبة جدا للكرة المغربية نوعا ما باحتمالية قدوم أسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو، الأسطورة البرتغالية والعالمية. نادي الوداد البيضاوي يريد تدعيم فريقه من أجل المونديال القادم، وارتباط نادي الوداد البيضاوي مع لاعبين مثل راموس، مثل بيدرو الإسباني، أخيرا وليس أخيرا كريستيانو رونالدو، وضعت الوداد البيضاوي في الخريطة العالمية. يبدو للبعض خبرا مضحكا، لأنه كيف سيتحمل نادي مغربي تكاليف راتب لاعب يفوق راتبه 200 مليون دولار في العام، ولكن فقط ارتباط اللاعب البرتغالي بنادي الوداد البيضاوي أعطاه شهرة بدون حتى قدوم اللاعب. تخيل فعلا إذا قدم كريستيانو رونالدو إلى البطولة المغربية، حجم التسويق، حجم المتابعات العالمية والمشاهدات العالمية للبطولة المغربية ستكون نقلة كبيرة جدا، وسيضع كريستيانو رونالدو البطولة المغربية على خارطة كرة القدم العالمية، كما فعل مع البطولة السعودية، حيث العديد يسميه أو يلقبه بأحد مؤسسين هذه البطولة، والتي أصبح لها اسم وشأن عالمي في الوقت الحالي. قولوا لي ما رأيكم في خبر انتقال رونالدو إلى الوداد البيضاوي؟ اكتبوا لي في التعليق، ولا تنسوا المتابعة. زياد بن يوسف.